النهاردة هحكي لكم قصة كتبها فيودور دوستويفسكي على جدار زنزانته سنة 1849. بتقول القصة: قال الشيطان للكاهن: مرحبا أيها الأب الصغير السمين، ما الذي جعلك تكذب هكذا على هؤلاء الناس المساكين المضللين؟ أي عذابات من الجحيم صورت لهم؟ ألا تعلم أنهم يعانون أصلاً عذابات الجحيم في حياتهم على الأرض؟ ألا تعلم أنك أنت وسلطات الدولة مندوباي على الأرض؟ إنك أنت من تجعلهم يعانون آلام الجحيم الذي تهددهم به. ألا تعلم هذا؟ حسناً، إذن تعال معي. شد الشيطان الكاهن من ياقته ورفعه عالياً في الهواء، وحمله إلى مكان سبك الحديد في مصنع، وهناك رأى العمال يركضون على عجل ذهابا وإيابا، يكدحون في الحرارة الحارقة، وسرعان ما يفوق الهواء الثقيل مع الحرارة احتمال الكاهن، فيتوسل إلى الشيطان والدموع في عينيه: دعني أذهب، دعني أترك هذا الجحيم. يا صديقي العزيز، يجب أن أريك أماكن أخرى كثيرة. ويمسك به الشيطان مرة أخرى ويسحبه إلى مزرعة، وهناك يرى العمال يدقون الحبوب. الغبار والحرارة لا يحتملان، ويأتي المراقب حاملا صوتا يهوي به بلا رحمة على كل من يقع على الأرض عندما يغلبه الإرهاق من العمل الشاق أو الجوع. وبعدها يأخذ الكاهن إلى الأكواخ التي يعيش فيها أولئك العمال مع أسرهم، جحور قذرة باردة مفعمة بالدخان وكريهة الرائحة. يبتسم الشيطان ابتسامة عريضة، مشيرا إلى الفقر والمشقات في تلك البيوت، ويسأل: حسنا، أليس هذا كافيا؟ ويبدو أن حتى الشيطان نفسه مشفق على الناس، وخادم الله التقي لا يكاد يحتمل، فيرفع يديه ويتضرع: دعني أخرج من هنا، نعم نعم، هذا هو الجحيم على الأرض. حسناً، إذن ها أنت ترى، ولا تزال تعدهم بجحيم آخر تشق عليهم، تعذبهم حتى الموت معنوياً، في الوقت الذي هم فيه ميتون أصلاً في كل شيء عدا الموت الجسدي. هيا بنا، سأريك جحيماً آخر، جحيماً واحداً أخيراً، أسوأ جحيم على الإطلاق. أخذه إلى سجن وأراه زنزانة بهوائها الفاسد، والهيئات البشرية الكثيرة المسلوبة كل الصحة والقوة، الملقاة على أرضها والمغطاة بالحشرات والهوام التي تتغذى على الأجسام الضعيفة العارية الهزيلة. قال الشيطان للكاهن: اخلع عنك ملابسك الحريرية، وضع على كاحليك سلاسل ثقيلة كهذه التي يلبسها هؤلاء البائسون. استلق على الأرض الباردة القذرة، وعندها حدثهم عن الجحيم الذي لا زال ينتظرهم. فأجاب الكاهن: لا لا، لا أستطيع التفكير في أي شيء أكثر ترويعا من هذا. أتوسل إليك، دعني أخرج من هنا. نعم، هذه هي جهنم، لا يمكن أن يكون هناك جهنم أسوأ منها. ألم تكن تعلم بها؟ ألم تكن تعلم عن هؤلاء الرجال والنساء الذين ترعبهم بصورة جحيم أخروي؟ ألم تكن تعلم أنهم في الجحيم الآن قبل موتهم؟ هذه حقيقة من يدعون
أنهم وكلاء الله في الأرض. كان ديستوفسكي عظيما حين يكشف عورات هؤلاء المنتفعين واللصوص باسم الرب. كم أنت عظيم يا ديستوفسكي، كم أنت معبر عن الألم والإنسانية. لقد تبرأت من كل القساة والظلمة على كوكب الأرض مهما اختلف لونهم ومنهجهم ولسانهم. الظلم ظلمات بكل مكان. وكما هو واضح كيف بين لنا ديستوفسكي بؤس الإنسان، والصورة الفنية التي يقدمها ديستوفسكي عن تواطؤ رجل الدين، أي دين، مع الظالم لتبرير الاستغلال والظلم. ولا داعي لأن نقول أن الحياة قاسية أصلا حتى تزيد علينا بقسوة العذاب الأخروي، وهذا يتنافى مع مبدأي الرحمة والعدل الإلهيين. ولذلك أعتقد بل أؤمن أن الله أرحم بكثير من الصور النمطية التي كونها في أذهاننا متأولي النصوص الدينية الإلهية، يحدثوننا فقط عن الجحيم، بحيث يخيل إلينا أن الجنة استثناء، والله وحده أعلم بما سيفعل بنا. أرجو أن تكون القصة قد أعجبتكم، وأرجو أن أعرف رأيكم في التعليقات. شكرا لكم، وإلى اللقاء وقصة جديدة إن شاء الله.